السلام عليكم. السؤال المطروح: ما هو افضل بنك في المغرب؟ هنا غادي نجاوبكم على جميع الاسئله المطروحه. باللي تبغى تفتح حسابك ولا تبدل الحساب من حساب اخر، هنا كيدوروا بالك بزاف الاسئله ولكن ما عرفتش الجواب ديالهم. هنا غادي نشرح لك احسن بنك في المغرب، ما هو افضل بنك في التجاره الالكترونيه اللي يمكن لك تعتمدوا، ما هو احسن بنك في الناحيه القطاعات، وما هو اشهر اسهل بنك يمكن لك تجبره في اي بلاصه وما دير بحال شي، وما هو افضل بنك يمكن لك تفتح حسابك بدون اقتطاعات، يعني بزيرو درهم يمكن لك تفتح حسابك. هنا غادي نجاوب بالتفاصيل. انت تضغط على زر الاشتراك، دير واحد الكومنتار، دير واحد اللايك، مرحبا بك، لان ما كنشوفوا اللايكات ديالكم ولا الكومنتارات ديالكم حنا كنتشجعوا كنديروا فيديوهات. بالنسبه للبنوك راه ما يمكنش نقولوا احسن بنك على حساب، ليش؟ ان كل بنك عنده امتيازات ديالو، والامتيازات ديالو انطلاقا من العروض اللي كيقدمها. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه هو على حساب الاحتياجات ديالك، راه الاحتياجات ديالك هو اللي يخليوك تختار البنك اللي غناسبك. نهضروا على واحد الحاجه، انت كدير التجاره الالكترونيه غتختار البنوك ديال التجاره الالكترونيه اللي غادي يسهلوا عليك التصدير والاستيراد، يعني يسهلوا لك تدفع واحد المونطو ديال حساب كبير. دير معك واحد الكومنتار، دير معك واحد اللايك لهذا الفيديو، لاني ما غادي نشوف الكومنتار ديالكم، كنشوف اللايكات ديالكم كنتشجع ندير فيديوهات. غادي نقول لك واحد الحاجه، راه ما كاينش احسن بنك في المغرب، سطر عليها بخط عريض، راه ما كاينش احسن بنك في المغرب، لان البنك انت كتحدد شنو باغي دير، واش باغي تحط فلوسك، واش باغي دير التجاره الالكترونيه، واش باغي شي عروض خاصه من هاد البنوك، واش باغي تحط فلوسك لواحد المده وتخرجها. انطلاقا من هذا الشيء غتختار البنك شنو باغي منه. انا باغي ندير التجاره الالكترونيه، غنتوجه للبنك اللي غادي يساعدني، كيخلص بالكارت ديالي، كنخلص باي حاجه كيسهل الامور ديالي. باغي نحط فلوسي كنختار البونو، كتوجه للبنك، السلام عليكم السلام، انا باغي نحط واحد النسبه الفلوس، شنو باغي ندير، هما غادي يعطيوك العروض، انت كتختار شنو بيناتهم، كتدوز البنكه الاولى والثانيه والثالثه الرابعه على حسب تتسالي شنو باغي، لقيت شنو باغي منهم ولا يعطيوك شي فيشي، كتجي كتشوف العروض اللي غادي يناسبوك انت بالذات. راه كل واحد كيفرق على واحد، راه ما يمكنش شي واحد يدير التجاره الالكترونيه غيمشي لشي بنكه اخرى كدير التجاره ولا كدير غير باغي تحط فلوسك ولا شي حاجه. ولهذا غتشوف الامتيازات اللي يقدروا يصلحوا لك، لان غادي نعطيك دابا احسن بنوك منتشره في المغرب كامله. هما عندنا البنك التجاري، عندنا الشعبي، وعندنا سياش بنك والبنك الافريقي. هذا هما احسن بنك كاين. لان علاش؟ لان هذا بيناتهم واحد المنافسه، كل وحده كتحاول تبين الامتياز ديالها على الاخرى، ولكن كل وحده كتميز بواحد الحاجه، وكل وحده عندها ناس وكتحاول تستهدف واحد الطبقه معينه. غنهضروا على السياش كتحاول تستهدف الشباب اقل من 30 عام. علاش؟ لان باش يتربوا معاه، ما نقولوا غدير واحد الحساب في 18 غتبقى معاه، انت ملي 18 30 غتولف. ولهذا غادي نقول لك كل بنك كتميز بواحد العروض ديالها. اهم حاجه واهم العوامل خصك تختارها ملي دير حسابك هما الرسوم الشهريه، الرسوم البطاقه، العروض خاصه. هاد العروض خاصه تسطر عليها، وعندنا بعض الامتيازات اخرى غادي نشرحوها. اول حاجه غادي ناخذوا الرسوم الشهريه، غادي نعطيك اهم العوامل باش تختار البنك ديالك بلا كثره العروض بلا حتى حاجه. ولهذا غادي نقول لك واحد الحاجه، الدال على الخير كفاعله، ولهذا بقى معنا ومرحبا بك. اول حاجه هما الرسوم الشهريه، بعض البنوك تقدم حسابات مجانيه او بعضها تقدم برسوم منخفضه. علاش؟ لان كاين بعض البنوك كتقول لك اسيدي اجي عندك 18 عام اجي افتح الحساب، عندك واحد المده ديال 10 سنين ولا 12 عام، حساب مجانا، وراها كتبقى تخلص واحد 50 درهم في العام، ولا غتخلص واحد 20 درهم ولا 30 درهم في العام، على حسب كل بنكه وعلى حسب انت واش طالب ولا موظف ولا فلاح. لان كل بنكه كتقدم امتيازات على حسب النوع ديال المهنه اللي كدير. راه اصحاب الفلاحه راه ماشي صحاب الموظفين هما ماشي الطلبه. ولهذا انت غادي تحدد انطلاقا شنو غدير في حياتك وشنو باغي. او ثاني حاجه هما الرسوم ديال البطاقه. راه الناس راه يصحاب كارتيشي عاديه، لا الناس ديال الكود ماشي هما البلاك، والبلاك ماشي هما كارتيشي عادي، لان شحال ما عندك الحساب شحال ما عندك في الحساب ديالك كيتبدل المعامله وكتبدل الرسوم وكاين بزاف د الحوايج. شنو هما العروض الخاصه؟ كاين بعض العروض الخاصه كديرهم البنوك، بحال انت فلاح عندك عروض ديالك خاصه، انت طالب عندك عروض ديالك خاصه، انت تاجر عندك عروض ديالك خاصه. ولهذا غتسول غتقول لهم انا استاذ ولا فلاح ولا موظف، شنو هما العروض، شنو هما الامتيازات اللي غتقدموا لي. او ثاني حاجه ولا ثالث حاجه هو بالنسبه لكارت كيشي اللي كيعطيو كارت كيشي على حساب كل بنكه وعندها امتيازات باش تيري فلوسك. كاين اللي كتحدى في 24 ساعه في 5000 درهم، كاين مليون، كاين جوج، على حساب كل بنكه وشحال النسبه ديالها. هذه من ناحيه. كاين بعض الخدمات الرقميه، كاين البنكات يمكن لك تعامل تجاره الكترونيه سهله، يعني بلا ما تحتاج تمشي عندهم ولا شي حاجه، تشري تبيع اي حاجه بسهوله في الاستخدام ديالهم. واهم البنوك كاين عندنا السياش، هي الاولى بالنسبه للناس التجاره الالكترونيه. كننصح الناس بسياش،
لان التجاره الالكترونيه انا كنعتمدها. بالنسبه للسياج اسهل واحسن واحد. علاش؟ لان عندها بزاف د الامتيازات. عندها يمكن لك اول حاجه درت شي تجاره الكترونيه ولا شي حاجه، يمكن لك تشد انطلاقا من لابليكاسيون شو الحساب ديالك ما غادي يتهكر لك وخطا لك غير ولا شي حاجه ما غادي يقطعوا لك فلوس. ما هو انا شديتها من لابليكاسيون. هذه من ناحيه. كاين البنك اللي مشهورين بزاف في المغرب هي البريد بانك. البريد بانك اشهر بنك في المغرب، يعني فيما مشيتي غتلقاه، فيما مشيتي من فيلاج، مشيتي شي مدينه صغيره، اي حاجه مدينه كبيره غتلقاه بزاف في الحومات. هذه من ناحيه. غادي نعطيك بزاف النصائح. بقى معنا في هذا الفيديو، اضغط على زر الاشتراك ومرحبا بك.